السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل الزبادي في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطعمه كريمي وأحلى من بره بكتير. هنعمل مرة واحدة، هنجيب مرة واحدة من بره، علبة واحدة، وبعد كده طول الشهر رمضان إن شاء الله هنستخدم نفس الخميرة اللي عندنا. حاجة كده طعمها ناعم جدا ودايب، أنا بوريكم عاملة ازاي. والزبادي اللي بالفراولة والله طعمه احلى من بره بكتير، ودي احلى طريقة انا جربتها وعجبت الولاد وطعمها حلو جدا. هنجيب معانا كوباية زبادي، نجيبها دي مرة واحدة، بعد كده ناخد خميرة من اللي احنا عاملينه بعد كده، عليها معلقة لبن بودرة ونقلبها. نكون مدفيين اللبن، نحط عليها شوية لبن، نكون مدفيين اللبن، نحط صابعنا فيه كده، نستحمل درجة الحرارة تبقى دافية جدا كأنك بتعملي رضع البيبي صغير، يستحمل درجة ايدك تستحمل درجة الحرارة. لان لو زودتي هقول لكم حطوا شويه سبعة مستحمله درجه الحراره، لان لو زودتي درجه الحراره هيموت لك خميره الزبادي ومش هيطلع مظبوط معاكي. هتقلبي كده كويس اللبن فيها، نقلب الزبادي مع اللبن مع اللبن البودره كله كويس. بعد كده هنجيب طواجن او كوبايات اي حاجه متاحه عندك وتفضي فيها الزبادي. انا فضيت كل الزبادي اهوت. هنجيب صينيه واحط فيها الزبادي، وهكون مسخنه ميه في الكاتل او على البوتاجاز، واحط نص الصينيه ميه، ولا محتاج بقى حل الزبادي ولا فرن ولا اي حاجه. ده 3 ساعات وبيكون مظبوط معاكي. تغطيه بستريتش وفوطه، ولو في دفايه او حاجه ممكن تلفيه بيها وتركيني على جنب. هنا هنعمل زبادي بالفراوله، نفس الحكايه، هنحط كوبايه زبادي وعليها معلقه لبن بودره، وحطيت عليها معلقه كريمه لباني بودره لو متاح، مش متاح عادي. اللبن هنحط عليه سكر طبعا، لان الزبادي اللي بالفراوله الجاهز بيبقى مسكر. وده صوص بقى فراولة احلى من الجيلي، انا جربت الجيلي ما اشتراش حلو، ده احلى من الجيلي بكتير، بيديكي نفس طعم الجاهز بالظبط. هنا احتاج شوية كمان حطيت عشان اللون، والسكر على اللبن حسب الرغبة. بتحبي سكره عالي حطي سكر عالي، بتحبي سكره مش كتير بتحطي زي ما انت عايزة. بتدوقيه طبعا وشوفي طعمه، لو مسكر خلاص حلو، مش مسكر ممكن تزودي سكر تاني. هنا زودت صوص، هو على فكرة اللون هنا طلع فاتح في الكاميرا بس هو اغمق من كده. هنا هصفيه بقى عشان لو في اي شوائب او اي حاجة ما يخليه ناعم. برضه هحطه في صينية، هحطه في الطواجن او الكوبايات اللي متاح عندك. بعد كده برضه اكون مسخنة مية في الكتل، واملى نص الصينية مية. متخليش الصينية متغطية كل مية، نصها مية زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم ان نص الصينية مية. هغطيها برضه بالاسترتش وفوطة ودفاية بقى او كبرتاية اي حاجة تلفيها بيها. شوفوا معاكم هو متماسك وقوي، ياريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناة.